لما بيتخانق مع مراته بيقرر يعمل خط في نص البيت عشان كل واحد يبقى في حاله، ومراته اول ما بتصحى بتزعق معاه وبتقول له انت بتعمل ايه، وبقول طالما متخانقين يبقى كل واحد ما يقربش من النص بتاع التاني، ومراته بتعجبها الفكره وبتقول له ماشي، واللي يقرب من الجزء بتاع التاني هو اللي هيخسر ويدفع لي كسبانه 2000 دولار، وبيعجبه الفكره هو كمان، ولا كمان في فكره احسن، اللي يقرب من الجزء بتاع التاني الكسبان هياخد كل ما يملك في حساب التاني، والبنت بتحاول توقعه وتسلم عليه عشان يقرب من الخط بتاعها ويخسر، بس هو بيرجع ايده بسرعه وبيطلع ذكي وبيقعد على كرسي وبتقول له انت كده كده هتخسر عشان النص بتاعي اللي في الحمام، وبالعاده اخش عند الجيران وعشان تخليه يخسر ويدخل خط ويتكسر اللابتوب بتاعه، وبيتعصب جدا وبيقول انت مجنونه ده عليه كل شغلي، وبتقول له لو مش عاجبك تعالى صلحه، فعشان يضايقها بيقطع الفستان اللي مشتريها ب 10000 دولار، وبتتعصب جدا وبتقول له انت جننت ده ب 10000 دولار، اقول لها عشان تشوفي بتحرق ازاي، فالمدير بيرن عليه بس التليفون بيكون في الجزء بتاع البنت، وترد عليه البنت وبتفضل تشتم في المدير عشان يطرده، وبعد ما بيقفل بيزعق لها وبيقول انا كده هطرده ومش هنلاقي ناكل، وبتقول له براحتك مش انت اللي بدات تستحمل، والولد اخر ما بيحس انه يخسر حاجات كتير بيتاسف لمراته بتصالحه. لو شايف ان هم مجانين دوس لايك.